إذن والحال هذه يتميز الحزام اللغوي والثقافي الثاني الضخم والعظيم بوجوده وتاريخه وانتشاره بأهمية تاريخية قصوى في سياق استيعاب التطور الاجتماعي ومرحلته الحضارية ذات البنية المدينية. بالمستطاع الإشارة إلى انصهار جميع المجموعات السابقة ضمن هاتين المجموعتين اللغويتين والثقافيتين الأساسيتين، بحيث لا يسعنا سوى الحديث عن مجموعة لغوية ثقافية ثالثة ظهرت في التخوم الجنوبية لسيبيريا، ياقوتستان وما شابه، بعد انقضاء ذاك العصر الجليدي. وربما كانت الصين الموطن الأم لهذه الثقافة المنتشرة نحو الجنوب قبل 9000 عام. من الممكن القول أنه تشكل حزام شمالي ثالث مترامي الأطراف من أحشاء هذه الثقافة المنتشرة على نطاق واسع، والتي تصل في أقاصيها الغربية إلى الفنلنديين، لتشمل في أقاصيها الشرقية كلا من الأتراك والمغول والتتار والكوريين والفيتناميين واليابانيين. هذا ونحظى الآن ببراهين أركولوجية وأتيمولوجية وإثنولوجية تشير إلى أن جذور ثقافة الهنود الحمر في قارة أمريكا هي من ثمار الانتشار الحاصل عن طريق مضيق برينغ في المرحلة عينها، وبمستطاعنا إدراج الأسكيمو أيضا في لائحة هذه المجموعة. كما أن العديد من الثقافات التي لا تزال متواجدة في أفريقيا مشحونة بتأثيرات المجموعة السامية رغم صونها لمزاياها المعمرة لمئات آلاف من السنين. نخص بالذكر في هذا المضمار تلك الثقافات المندرجة في مجموعة اللغة السواحلية، وهذا وبالمقدور العثور على مجموعات الجلان التي ما تزال تعيش مراحل ما قبل ملايين السنين في أعماق الغابات وعلى ذرى الجبال وفي ثنايا الصحارى والبوادي. بموجب هذه اللوحة وبرجوعنا إلى ما قبل 6000 سنة، نجد أن البشرية كونت 3 مجموعات لغوية وثقافية أساسية مؤهلة للانتقال إلى الحضارة في العديد من أصقاع كرتنا الأرضية، يتصدرها قسمها الجنوبي والأوسط والشمالي. من الطبيعي حصول التنقل الكثيف بين هذه الثقافات علاوة على تمايزها بفروقات واضحة لا نبرح نلاحظها في يومنا الراهن بتأثير من التاريخ والطبيعة والجغرافيا. الخاصية المهمة بالنسبة لموضوعنا هي التشخيص السليم للمنبع الأم للحضارة الهندو-أوروبية لدى البحث في مصادرها، فعلم التاريخ يولي الأسبقية في الأهمية لتعريف الثقافة النواة المتأثرة بالزمان والمكان. إننا نرى في يومنا بوضوح ساطع أنه حتى الثقافة الرأسمالية ما هي إلا انتشار نواتي حاسم، فمفاهيم التاريخ الخيالية التي لا مصدر لها تلحق بوعينا ضربات قاضية، أي أن العاجزين عن البلوغ بالوعي التاريخي إلى تفسيرات ملموسة في الحياة سيكونون قاصرين عن طرح تفسير ذي معنى بشأن حاضرنا أيضا، إذ من المحال فهم وعيش مجتمع بلا تاريخ بشكل مقتدر. كنت قد تلقيت بضعة انتقادات مفادها أنني أتناول ذاكرة ما بين نهري دجلة والفرات وكذلك الحضارة السومرية النابعة منها بمنظور إسقاطي لدى تقييمي لمنبع الحضارة في مرافعة التي دونتها سابقا تحت عنوان من دولة الكهنة السومريين نحو الحضارة الديمقراطية. ومع أخذ هذه الانتقادات بعين الاعتبار أشدد على أنني لم أتبع الاختزالية، ولكني أولي أهمية فائقة للمنبع العين، فإذا ما شبهنا مجرى التاريخ بالنهر الأم لا مفر من ذلك من حيث البنية الأنطولوجية للتطور الاجتماعي، فإني أبين هذه الأفكار على نحو مخطوط بقصد لفت الأنظار إلى مسألة الثقافة الأم وفروعها الجانبية، أو بالأحرى أني ألفت الأنظار إليها مباشرة. فكيفما أن المدنية المهيمنة في راهننا الحداثة الرأسمالية تعتمد على جذور الحضارة الهند-أوروبية، فإن الثقافة الهند-أوروبية أيضا تعتمد على منبع الثقافة الآرية وعلى فرعيها السومري والمصري. إذا ما عجزنا عن التحليل السليم لقضية النهر الأم وفروعه الجانبية ضمن الحضارة الإنسانية، فلن نقدر على إيلاء المعاني الصحيحة لحاضرنا أيضا، إذ ثمة فروع جانبية تصب بغزارة في النهر الأم، وثمة بعضها الآخر الذي ينضب في منتصف الطريق، علاوة على أن المنبع المولد للنهر الأم يتسم بمعان معينة وحيوية. من هنا وما دمنا نروم بلوغ معان قديرة بشأن التطور الاجتماعي بأبعاده التاريخية والجغرافية، فعلينا تجربة متطلبات الأسلوب في تحليل قضاياه.